تونس عملية عسكرية واسعة بدأها الجيش في جبل الشعنبي بالقرب من الحدود الجزائرية لملاحقة المتشددين الإسلاميين. العملية تشارك فيها وحدات جوية وبرية وتأتي بعد 4 أيام على قتل مسلحين 8 جنود تونسيين. بدورها وسائل إعلام جزائرية تحدثت عن تعزيز الجزائر لوجودها العسكري قرب الحدود بالتنسيق مع قوات الأمن بسبب تزايد التوترات في المنطقة. عفوا. ومن تونس ينضم إلينا الآن المحامي ورئيس جمعية تونس الحرة حازم القصوري. أستاذ حازم، هذه العملية إذن العسكرية التي بدأها الجيش يقول إنه يلاحق إرهابيين قاموا بقتل جنود. هل هذه العملية برأيك هي واضحة المعالم والأهداف؟ مساء الخير. قبل كل شيء دعوني قبل كل شيء أن أحييكم وأحيي مدينة الصمود وأهالينا في القصرين تحية تليق بقمة شعنبي الشاهقة. أعتقد أن العملية التي قامت بها جيشنا الشعبي التونسي على مستوى جبل الشعنبي هي عملية فارقة، ساهمت فيها كل الخطوط الثلاث من جيشنا الباسل لملاحقة القتلة والإرهابيين، والتي نعتبر العملية التي قامت بها الإرهابيون في جبل الشعنبي هي تضع بصمات تنظيم القاعدة للمغرب الإسلامي في طريقة الكمين وطريقة تنفيذ عملية القتل. بالتالي فإن جيشنا الباسل هو في لحظة فارقة، في لحظة يحاول ضرب ثغور الإرهاب بقوة من خلاف هذا القصف الذي شهدته مدينة القصرين واستعمل فيه سلاح الجو على مستوى مرتفعات سهول فوسانة، تحديدا قرية ولاد نصر الله، رأس الطور، أين تمت عملية محاصرة الإرهابيين وتبادل إطلاق نار مكثف. ماذا عن هذه المنطقة تحديدا، وهل نتخوف من أن يلحق الأذى في هذه العملية المدنيين التونسيين الذين يسكنون هذه المنطقة؟ في اعتقادي أن هذه القرى حاول الجيش حمايتها أكثر ما يمكن، لكن العمليات بعيدة شيئا ما على هذه القرى، لكن ضرب ثغور الإرهاب على هذه سهول فوسانة هو بالأساس لكبح جماح تقدمهم إلى هذه المناطق. نشهد مؤخرا أستاذ حازم تكثيفا لنشاط تلك الجماعات. البعض يقول أنها كثرت منذ سقوط نظام القذافي. هل التنسيق بين دول مختلف المغرب العربي حاصل وهو على الدرجة الكافية للحقول دون نشاط هؤلاء؟ سيدتي، دعيني أقول أن تدفق الأسلحة ووجود فتح الطريق أمام جماعات إرهابية، وخاصة بعد إطلاق سراح جماعة سليمان في القضية المعروفة، ترك الأرض سهلة للقيام بأنشطتهم بشكل سهل. وهذا ما نبهنا له كمجتمع مدني بخصوص السلاح. كان لنا عديد البيانات في خصوص هذا. كذلك المجتمع التونسي نبه إلى وجود أماكن للتدريب، لكن لا حياة لمن تنادي. لكن المسألة اليوم احنا في إطار الأمن الشامل الذي يفترض تعاون المواطن التونسي، تعاون المواطن التونسي في تلك المناطق على الحزام تاع جبل الشعنبي لكي يؤازر هذه لتكون مقاومة شعبية لضرب ثغور الإرهاب. أشكرك. نعم، واضح. أشكرك رئيس جمعية تونس الحرة المحامي حازم القصوري. كنت معنا إذن من تونس.